حضرتك تكوني متعلمة أو بتعرفي تعملي مخبوزات في البيت، ما تعتمديش على الفرن وشراء مخبوزات من الفرن الأفرنجي لأن ده مش صحي خالص. في البداية كده بسم الله 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة بيكنج باودر زي ما انتم شايفين قدامكم، دي كده المواد الجافة. 2 كوب الا ربع من اللبن، عليهم 3 معالق سكر ومعلقة من الخميرة بيرة. خميرة بيرة بتتجاب من الفرن، طيب لو ما فيش يبقى كيس الخميرة الفوري. تمام كده، وهنقفلها، هنقفل الكوبايه ونسيب الخميره لحد ما تتفاعل. 3 عندنا ربع كوب زيت عليه معلقه سمنه، ربع كوب زيت عليه معلقه سمنه. تمام، وكمان هنحط بيضايه، وطالما نزلنا بالبيضايه يبقى معلقه من الخل. شايفين المكونات سهله مترتبه، ومعلقه قشطه هتدينا غناوه في الخميره بتاعتنا في المخبوز بتاعنا، وهيبقى الطعم غني كده وجميل. تقليبه بسيطه كده وبعدين لقينا الخميره اتفعلت اهي زي ما انتم شايفين. ام محمد بتفتحها قدامكم اهوت وبتفضي كوب الخميره اللي هي عملته قدامكم. كده خلاص العجينه ما فاضلهاش غير شويه ميه دافيين عشان تكملي العجن بتاعها. فهي جابت نص كوب ميه دافي، نزلت بربعه وبدات تلم العجينه لحد لما الدقيق كله خلاص اختفى خالص، وهتبتدي تعجن بايديها. العجينه دي قد ايه؟ بايديها 10 دقائق لحد لما بقت بالمنظر دوت. وبعدين قفلت بالبلاستيك راب وسابتها لحد ما خمرت، قعدت تخمر ما يقرب من ساعه. شايفين انتفخت اهي، بقت بالمنظر دوت. الطبق اللي قدامكم دوت مدهون زيت، ومحمد بتاخد قطعه من العجين بتعملها كور زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، كور صغيره كده. طيب هنعمل ايه؟ جابت صينيه ودهنتها سمنه، وهنحشيها ايه اللي متوفر عندكم. دي جبنه رومي على جبنه موتزاريلا، مفيش جبنه موتزاريلا يبقى جبنه رومي، جبنه قريش، لانشون، اللي انتوا عايزينه تحطوه جواه حطوه براحتكم. والاولاد هيعجبهم قوي 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 النوع دوت من المخبوزات. بتمسك كل كوره من الكور وتحطها في الصينيه اهي، وتبتدي تحشيها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. نخلي بالنا واحنا بنرص في الصينيه نعمل مسافه، لان احنا لسه هنسيبها هتخمر شويه. فهي بتشاور بصباعها قدامكم اهو. بعد ما رصت الصينيه وخمرت، شايفينها بقت لازقه في بعضها ازاي؟ ده كان الشكل النهائي بتاعها بعد ما خمرت اهو. وده فنجان من اللبن، دهنت لبن ورشت على الوش شويه السمسم، ولو كان في حبه البركه كانت رشتهم. والصينيه اتحطت في الفرن لمده قد ايه؟ لمده 10 دقائق من تحت، وفتحنا الشوايه لمده 3 4 دقائق، وكان ده الشكل النهائي للمخبوزات بتاعتنا. بخاخه بتاعت المخبوزات ديت مخصصاها، رشتها وقامت قافله عليها الصينيه لمده 5 دقائق، وهتقلبها قدامكم هشه طريه محشيه جبنه وجميله جدا جدا، تحط في اللانش بوكس للاولاد. فانا حبيت انقل لكم الفكره، وده كان الجزء الاول. الجزء الثاني هتبقى مخبوزات بالشوكولاته.